سريعا كده عشان في موضوع منتشر قوي الفتره دي بقى بزياده شويه. ليه العملاء او البروكر او الديفلوبرز دايما بيرشحوا اقل سعر؟ ما تفكرش في اقل سعر، السعر ده مش اهم عامل في الاستثمار، في عوامل كتير جدا هي اللي بتحدد الاسعار. ما ينفعش ان انا العميل ادور على اقل سعر، اقل سعر يبقى انت هتخسر حاجات كتير جدا، ما هي فاليو قصاد سعر. طيب ما ينفعش يكون مثلا انا عايز اقل سعر واخسر ان الشركه مالهاش ثابت اعمال، ما ادورش برضو على اقل سعر. لو اللوكيشن بتاع المشروع وحش في مكان مش هيشتغل، ما ادورش على اقل سعر. ومفيش شركه اداره محترمه هتشغل لي مشروعي ده وهتشغل لي الاستثمار بتاعي. ما ادورش على اقل سعر وانا اصلا عندي مساحات كلها كبيره. يعني مثلا وليكن سعر متر 60,000 جنيه مثلا في الاداري، وانا اقل مساحه عندي 150 متر، فكده الاجمالي هيبقى عالي جدا. المهم ان سعر متر لو فوق المتوسط او عالي حتى، بس عندي مساحات صغيره، فانا التوتال البادجت بتاعتي هتظبط معايا. ما رشحش اقل سعر وخلاص. تمام. النقطه الثالثه او النقطه الاخيره مهمه جدا، ما ينفعش يبقى اقل سعر واخسر عقد. العقد ده اهم حاجه. انت بند الفسخ هيبقى عامل ازاي معايا، بند الوفاه، بند ان انا لو تعثرت هتعملوا معايا ايه، بند الريسيل، بند في بنود كتير جدا جدا محتاجين نركز عليها. هو مش اقل سعر وبس، اقل سعر ده بيخلي عندك تكلفه اعلى بعد التشغيل. ما هو انت السعر ده بيتحط بناء على الفاليو، لو مفيش فاليو هيحط لك سعر قليل، فانت لما تيجي بقى تشغل هتعاني في التشغيل. مفيش شركه اداره هتمسك مول سعره قليل، فاكيد الفلور بلان بتاعته فيها مشكله، الالكتروميكانيكال فيها مشكله، عدد الفاسيلتيز والامانيتيز فيها مشكله، المول نفسه لوكيشن وحش. ما هو انا هسعر ليه قليل؟ ما هو انا لو واثق في منتجي وحاطط واخد بالاسباب وعامل حاجه محترمه وفاليو تكسب العميل وتكسبني، عمري ما احط سعر قليل. الشركات اللي بتركز على الاسعار القليله ده انطباع مش كويس اصلا. انت ليه تشتري حاجه رخيصه؟ حاجه رخيصه يعني قيمتها رخيصه. فلو سمحت ركز في ان يبقى تاخد فاليو. طيب افرض انت معكش فلوس، ما تشتريش. مش اي استثمار عقاري ناجح. ارجوك نركز بس في الحته دي، عشان في ناس كتير انا يعني جات لي كميه ريكوستات، فانا لقيت الموضوع زياده عن حده فحبيت اتكلم فيه. العقار سلعه غاليه، وسلعه حصاله لعيالك، ليك ولعيالك. سلعه بتجيب لك انكم شهري، باسيف انكم، او لو انت هتشغل هتجيب لك اكتف انكم، فانت ما تاثرش في حق نفسك ولا في حق اسرتك ولا في حق عيالك. انت عندك التزامات، فليه تلتزم بحاجه صعب التشغيل بتاعها؟ فكر في بكره. كده كده السعر الغالي اللي هتشتريه النهارده هيبقى رخيص بكره، فانت استفاد منه. كده كده قيمه الفلوس بتقل مع الوقت، فانت الحاجه اللي انت شايفها النهارده غاليه هتبقى رخيصه بكره. بالله عليك، يعني مش كل حاجه سعر، ومش كل حاجه سعر قليل، سعر عامل من عوامل النجاح. شكرا.